الفيديو بتاعنا بقى النهارده يا جماعة. يعني بصوا، مهما أقول مهما مش عارفة، والله ما عارفة أوصفه إزاي. طبعا هو بيتكلم عن نفسه، شايفين الجمال ده؟ إيه رأيكم بقى؟ هي دي طريقة القرص الفلاحي اللي على حق بجد. يعني أنا اتحديت نفسي. أنا مش هكدب عليا، أنا كويسة الحمد لله، كتير كتير في المعجنات. بس القرص دي بالذات يعني بصراحة ما جرّبتش إن أنا أعملها خالص. كنت عملتها مرّة قبل كده، بس دي كانت من فترة طويلة جدًا. فالمهم كلت قرص عند واحدة صاحبتي، عجبتني جدًا، جدًا. فلقيتها هشة كده وطرية، فقالت لي: "ده حماتي اللي باعتاها لي يا رانيا." والكل بيقول والكل بيعيد، بصراحة هي عجبتني. فأنا قُلت لها: "طيب إيه رأيِك أنا هاعمل قرص." فقالت لي: "بس ما افتكرش أنتِ تقدري تطلّعيها بالجمال ده." قُلت لها: "خلاص أنا باتحداكِ وأنتِ اللي هتحكمي مش أنا اللي هاحكم، ولازم تشوفيها." طبعًا هي بتشوفني النهارده وبتتفرّج على الفيديو، وهي بقى هتتفاجئ النهارده لمّا تشوف الفيديو ده، وهتتجنن طبعًا، لإن إزاي ما قُلتيليش علشان تيجي وتشاركني. معلش أنا باتأسف لها، لإن أنا فعلًا عملت الفيديو في وقت متأخّر، وإن شاء الله هالاقيها عندي النهارده. بجد، بجد القُرَص بتتكلّم عن نَفْسها، شايفين الجمال، شايفين الهشاشة، والله ما في أطعم من كده، والله ما عشان أنا اللي عاملاها. بجد، بجد كان نِفْسي تكونوا موجودين معايا و وتشوفوا الجمال ده اتعمل إزاي، بجد كانت حلوة أوي، أوي، أوي. ف وعايزة أقول لكم ما قعدتش، أنا قُلت هاجرّب في 2 كيلو بس دقيق. يعني بُصّوا أنا من النوع يعني إيه، ما باعرفش أجرّب في حاجات بسيطة. فهتقولي أنتِ يعني يوم ما تجرّبي تجرّبي في 2 كيلو، بس بجد ندمت إن أنا ما خليتهمش 5 كيلو. المهم أنا عايزاكم تيجوا معايا ونشوف القمر ده اتعمل إزاي. بس يالّا نصلّي ونسلِّم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. معايا هنا النهارده كوباية من المَيّة الدافية، هنحط عليها إيه بقى لل2 كيلو، معلقتين كبار من الخميرة، وزيّهم معلقتين كبار من السكر. وهنقلّبهم كويس جدًا ونركنهم على جنب. وآدي ال2 كيلو معانا هنا من الدقيق، هانزل عليهم بإيه، برشة من الملح الأول عشان الطعم والكل. وهانزل بعد كده بكوباية ونُص من السمنة السايحة، بس هتبقى سايحة فقط، فاهمين؟ يعني مش مقدوحة، يا دوب تسيبيها بس كده من بعضيها. وهاقلب، وطبعًا يُستحسن جدًا، جدًا إنها تبقى سمنة بلدي الأفضل، عشان تاخدي فعلًا أحسن تيست وأحلى طعم هتدوقيه بأمانة. المهم بعد كده أنا طبعًا بعد ما حطيت السمنة وحطينا إيه، زي ما قُلنا رشة الملح، باقلّب كويس جدًا. أنا عايزة الدقيق بتاعي ده يشرب الإيه، السمنة اللي أنا حطيتها كلّها كاملة. دي معلش هتاخد منِّك وقت شوية، هتخلّي الدقيق معاكِ مفرول، هيبقى عامل زي الرمل كده مفرول. نيجي بقى نروح نازلين بإيه دلوقتي، بالخميرة بتاعتنا أهو زي ما أنتم شايفين. أنا أول ما بالاقيها بدأت تطلّع فقاقيع كده باعرف على طول، ما باستناش إن هي تعلى أكتر، اللي هي الخميرة، باعرف إن هي اتفعلت يبقى كويسة. نيجي بقى هنا بقى كان عندي هنا كيلو لبن. أنا نسيته الحقيقة ما غليتوش. أو هاقول لك حاجة بصراحة، أنا اتعمدت إن أنا ما اغليهوش، مش نسيته. أنا سِبته في التلاجة على الرف، فلمّا لقيته كده جَبِّن بالطريقة دي وبقى رايب، قُلت خير وبركة. خدته وبنعجن بيه أهو. بس الحقيقة ال2 كيلو خدوا منّي حوالي 2 كوبايتين لبن. كوبايتين لبن. فطبعًا دقيقي هيبقى غير الدقيق بتاعِك أنتِ. ده كان الدقيق اللي معايا كان دقيق كوثر، اللي هو المُغلّف. فبعد كده احتاجت بعد بعد الكوبايتين، أنا باتكلم لكل كيلو. يعني هنا خدت معايا 4 كوبايات ونُص من اللبن الرايب، خد معايا 4 كوبايات ونُص. أنتِ حُطّي الأول لو أنتِ هتعملي كيلو، حُطّي كوبايتين وبعد بس تحطّيهم بالتدريج، ما تحطّيش مرّة واحدة. يعني كوباية، كوباية أو نُص، نُص معاكِ. بعد ما تحطّي أول كوباية تبتدي، لإنِّك أنتِ معاكِ كوباية بتبقي شايلاها فيها الخميرة. شايفين العجينة بقت عاملة إزاي؟ وباعجن لحد ما تدّيني المَطّة اللي أنتِ شُفتيها دي. بس بقى لمّا تخمر ما شاء الله، شايفين خمرت وبقت قد إيه،
وباجي دلوقتي خلي بالكم برضو ان الجو برضو ساقع، الجو دلوقتي رخم. باجي دلوقتي بقى وبقرصها زي ما بيقولوا، او بعمل كور دلوقتي. انا بصراحه انا اتحديتها. انا شايفين احنا دلوقتي بعد ما سبتها ترتاح يعني حوالي 10 دقايق كده بدات افردها عشان تتفرد معايا بسرعه. بصي انت بتفردي بس ما تخليهاش رقيقه، اهم حاجه ما تخليهاش رقيقه ولا من النص تبقى رقيقه، لو رقت منك من النص هتتلسع منك في الفرن. بالمناسبه انا عامله القرص في جزء منها محمراه شويه، محمصه الوش بتاعه شويه. لايه؟ لجوزي عشان بيحبها تبقى متحمره، يعني محمره بزياده شويه. هتشوفوها معايا دلوقتي، او انتوا برضو شفتوها في اول الفيديو. بنيجي اهو دلوقتي بفرد كل الكميه بتاعتي، شايفين السمك؟ هو ده السمك اللي انا عايزاه بنفس الطريقه دي. وبعد كده بسيبها ترتاح كمان 10 دقايق بعد السمك ده، بعد ما افردها واروح مدخلاها الفرن. بصوا بقى التسويه، شايفين الجمال ده؟ هي ده بقى. بصوا يعني لو لاحظتوا انا عامله هنا الوش متحمر شويه، بس هو ده بصراحه ده عشان مطلوب مني يبقى كده. بس كان طعمها فوق ما تتخيلوا. والله انا عايزه اقول لكم ما قعدتش. يعني انا ندمت ان انا ما عملتش اكتر من كده، لان هي فعلا ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني انا كل اللي هنا كام واحده بالعدد، فسبحان الله. الف الف هنا وشفا. انا عايزه اقول لكم في الفيديو ده، اللي مش اللي تخاف تقرب للعجين او بتخاف انها تعجن او المعجنات او الكلام ده، لا والله ابدا، ده ما فيش اسهل من المعجنات ابدا. والله لو انت قاعده وسليتي ان شاء الله تسلي حتى في نص كيلو، وجربي يا ستي مره كده ومره كده وهتبقي ما فيش منك اتنين. كده كده ستات مصر شاطرين. يلا بقى لو الفيديو عجبك اوعي تنسي رانيا يا قمر بالايه، باللايك الجميل بتاعك والاشتراك بالقناه عشان يوصلك مني كل جديد. شايفين القرص وجمالها؟ ايه رايكم بقى؟ بصوا الهشاشه شكلها ايه، شايفين من جوه عامله ازاي؟ والله بجد تحفه. انا وانا بقطع القرصه بحسب الكاميرا شغالة، فطلع التليفون كان مقفول في الوقت ده. شايفين الجمال بقى بتاعنا؟ والله ما فيه كده. انا كان نفسي فعلا لو انا قلت اخليكم كلكم تدوقوها وتشوفوا طعمها ايه، كنت والله العظيم عمري ما كنت هتاخر عليكم. شايفين الجمال؟ بجد ولا اروع. يلا بقى انا مستنيه بقى صاحبتي عشان تيجي تقولي رايها ونقول مين فينا اللي كسب. الف الف هنا وشفا للي هياكل واللي بيجرب. وما تنسونيش باللايك تاني يا جماعة، أنا مظلومة والله في اللايك. ما تنسونيش، ويا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم. ألف هنا وشفا حبايب رانيا. يلا سلام عليكم ورحمة الله.